everybody, how are you؟ أهلا بيكم متابعين قناة ميس إنجليزي. معادنا النهاردة مع سيشن جديد من كورس التأسيس من الصفر، كورس جرامر من كتاب بوك اند بن. لو حابب إن مفيش حاجة تفوتك من فيديوهاتنا اعمل سبسكرايب، اشتراك، الكلمة اللي باللون الأحمر اللي تحت الفيديو. ما تنساش تفعل الجرس على الكل عشان يصلك كل جديد من قناتنا. نبدأ بسم الله. تعالى نشوف درس النهاردة بيتكلم عن ايه. بيتكلم عن my body. my body يعني جسمي. my body my body جسمي. my معناها ملكي او حاجة بتاعتي او حاجة تخصني، تعتبر صفة من صفات الملكية، لازم يجي وراها noun اسم. my body يعني جسمي. my body جسمي. تعالى نشوف my body بيتكون من ايه. اول كلمة عندي head رأس. رأس head يعني رأس. eye عين. عين ear أذن. أذن mouth فم. فم nose أنف arm ذراع hand يد leg يعني رجل أو ساق. leg يعني ساق أو رجل. knee ركبة. خد بالك إن حرف الكي حرف سايلنت، يعني حرف يكتب ولا ينطق. أنا ببدأ القراءة من أول حرف الإن. ركبة يعني knee ركبة knee. قدم foot. هنعيدهم مرة كمان. my body جسمي head رأس. eye عين ear أذن nose أنف mouth فم arm ذراع hand يد leg رجل أو ساق. عندي كمان knee ركبة foot قدم. اقرا معايا بعض الفوكاب. هعيدها تاني. body جسم. body جسم. head رأس. hair شعر. face وجه. face أو وش. eyes عيون. ears أذن. nose أنف. mouth فم. خد بالك إن TH بتنطق ث. mouth فم. neck رقبة. shoulder كتف. كتف يعني shoulder كتف shoulder. خد بالك ان الاس اتش بتنطق shoulder. عندي كمان arm ذراع. arm hand يد. finger اصبع اليد. رجل او ساق leg. قدم foot يعني فوت. إنما أقدام feet. هنا الجمع شاذ. الكلمة ما بتتجمعش باسم الجمع. فوت الجمع بتاعها feet. قدم واحدة فوت. أقدام أو القدمين بتوعي اسمهم feet. الدبل او اتحول لدبل اي. أصابع الرجل يعني أصابع القدم أو الرجل toes. أصابع القدم أو الرجل toes. إنما صباع اليد اسمه finger. صباع اليد finger. صباع أو أصابع القدم اسمها toes. صباع اليد finger. أصابع القدم اسمها toes. سنة tooth. سنة يعني tooth. طب أسنان teeth. برضو الجمع ده جمع شاذ، مش بجمع باسم الجمع، لا ده جمع شاذ. الدبل او اتحول لدبل اي. زي فوت قدم بقت feet
أقدام أو قدمين. سنة tooth أسنان teeth. لو انت من الابطال ولسه مستمر معايا في سيشن النهارده، سيشن جديد من كتاب بوك اند بن، اعمل سبسكرايب اشتراك، الكلمه اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو، وما تنساش اللايك والشير. سيشن النهارده بيتكلم عن verb to have. verb to have معناه فعل يملك. verb to have. verb to have معناه فعل يملك. بيتكون من فعلين سهلين خالص ومهمين في نفس الوقت. فعل اسمه have يملك، وفعل تاني اسمه has يملك. يملك have ويملك has. يملك have ويملك has. طب ايه الفرق ما بينهم؟ ان have الفعل have بيجي مع I انا، ونحن you and they يعني هم. انما has برضو معناها يملك بس بيجي معها ضمائر مختلفة تماما، لو هي هو، she هي، it هو او هي لغير العاقل. يبقى فعل have معناه يملك، وفعل has برضو معناه يملك، بس have بيجي معاه I أنا we نحن you and they هم وأي اسم جمع. إنما has بيجي معاه he هو، she هي، it هو أو هي لغير العاقل وأي اسم singular. هقول تاني، بنتكلم عن verb to have فعل يملك بنكون من have أو has. have يملك وhas يملك. have بيجي معاها pronouns ضمائر معينة، وhas بيجي معاها ضمائر معينة تانية خالص. وما تنساش ان have بيجي معاها اسم جمع، وhas بيجي معاها اسم singular مفرد. تعالوا خد الاكزامبل. I have two legs. I have two legs يعني انا املك ساقين، او انا عندي او انا لدي ساقين رجلين. انما الجملة اللي في وشها it جه معاها has. it has four legs. it has four legs يعني هي عندها 4 رجول، أو هي تملك 4 رجول، أو هي عندها 4 رجول. it has 4 legs. طيب بيقول حاجة مهمة كمان، إن have و has ليهم اختصار، ممكن أكتبهم بطريقة مختصرة. have ممكن أكتبها apostrophe ve. have ممكن أكتبها بطريقة مختصرة اسمها apostrophe ve. إنما has اللي هي يملك ليها برضو اختصار تاني apostrophe s. apostrophe ve ده اختصار have، apostrophe s اختصار has. عندي جملة بيقول I have two legs. خد بالك إن هنا have اتكتبت apostrophe ve. الجملة التانية it has four legs. خد بالك إن has اختصارها apostrophe s. زي ما عودتكم قناة ميس انجليزي ان بعد ما بنشرح الدرس بنحل عليه براكتس صغير، والبراكتس دلوقتي بيقول write اكتب have or has. هنكتب في السبيس في النقط اللي تحت يا اما have يملك او has برضو معناها يملك. انا عايزك تراجع معايا مراجعة بسيطة كده، ان have معناها يملك بيجي معاها I انا they هم we نحن you and او اي اسم جمع، يعني بتحط له اس الجمع. انما has معناها يملك برضو بس بيجي مع pronouns تانية خالص، he هو، she هي، it هو أو هي لغير العاقل وأي اسم singular أي اسم مفرد. يلا بينا نحل أول مثال. سهى عندي سبيس نقط a nice doll، يعني عايزة أقول إن سهى دي تملك عروسة لطيفة. طبعا سهى ده اسم singular مفرد، يبقى أكيد أنا هستخدم has. يبقى سهى has a nice doll. طب نمبر 2 a horse اللي هو الحصان. الحصان يعتبر اسم برضو مفرد. a horse a long tail، يعني بيقول ان الحصان يملك ديل طويل. طبعا الحصان ده اسم مفرد فهنحط له has برضو. طب نمبر 3 camels يعني جمال. 4 legs 4 رجول. طبعا camels كلمة جمع، طالما كلمة جمع بتحط لها اس الجمع يبقى انا هستخدم have. camels have 4 legs، يبقى انا هكتب هنا في السبيس في النقط have. بعد كده نمبر 4 I انا 2 arms. I بيجي معاها have. الضمير I انا بيجي معاها have. I have 2 arms يعني انا عندي ذراعين. نمبر 5 children يعني أطفال. خد بالك children دي كلمة جمع بس مش بتحط لها اس الجمع.
دي كلمة جمع. children أطفال. طبعا كلمة جمع يعني بنستخدم معاها have. children have many toys يعني الأطفال عندها ألعاب أو لعب كتير. لو استفدت من شرح النهاردة اعمل سبسكرايب وما تنساش اللايك والشير. جود باي.